قال لك ايه بقى؟ قال لك انا هفضل العب بلوكا مودريتش لحد ما يوصل لسن ال40 ومش هيعتزل ابدا غير لما ياخد تصريح مني بده. هفضل استعمله زي الصابونه كده لحد ما يخلص. واحد من اجمل التصريحات في التاريخ في وصف لوكا مودريتش. مين صاحب التصريح ده؟ كارلو انشيلوتي، اللي نزل النهارده لوكا مودريتش وسجل هدف وانقذ نادي ريال مدريد. حرفيا ممكن ده يكون هدف الليجا السنه دي. ليه؟ لان ريال مدريد متعادل الماتش اللي فات وكان هيبقى متعادل الماتش ده، فهيكون الفارق بينه وبين نادي برشلونه 6 نقاط فقط، 6 بس، ولسه في مباراة تانية ما بينهم، فكان ممكن الليجا تضيع بحاجات غريبة جدا، على الرغم ان الريال كان متقدم بنقاط كتيرة جدا جدا عن جيرونا وعن نادي برشلونة. ومعلش اسمحوا لي كده اتكلم عن لوكا مودريتش اكتر. اللعيب ده هو اينشتاين كرة القدم. عملت فيديو عنه، اتكلمت عن مراحل العظمة العشر عن هذا اللاعب ده واحد من افضل لاعبي خط الوسط على مر التاريخ. شوفوا الهدف اللي سجله اللي هو ايه؟ ودي يا مودريتش، اللي هو الكرة نزلت له راح مرقص وراح باعت. بيفكرنا بهدفه اللي سجله في الارجنتين في كاس عالم بتاع 2018. وايه الفكره؟ ان هو بيستلم وبيرقص في نفس الوقت، اللي هو ايه؟ ترقيص في سياق الدراما، اللي هو يعني ايه؟ انا مش برقص على الفاضي، انا مش طول ما انا ماشي هقعد ارقص، على الرغم ان هو يقدر يرقص اي حد، بس هو دايما بيرقص بفكره ايه؟ انا عشان اشوت، انا عشان اباصي، انا عشان اكسر مثلا ضغط قوي عليا. ملك من ملوك كره القدم على مر التاريخ انه يستحمل اي ضغط عليه، فالكره تجيله ويرقص ويبعتها على طول ويودي مودريتش. لعيب رهيب بشكل غريب جدا، لعيب قصير بس ايه؟ عنده اتزان كده في ارض الملعب، اللي هو الكره ما تتخطفش منه ابدا، اللي هو مهما كان بطيء بجريه بالكوره فانت مستحيل تاخدها منه باي شكل من الاشكال. لوكا مودريتش واحد من افضل لاعبي التاريخ، لوكا مودريتش واحد من افضل لاعبي خط الوسط طبعا على مر التاريخ، وصفقه اسطوريه لصالح نادي ريال مدريد. في فيلم زمان كده بتاع براد بيت اسمه ذا كيوريوس كيس اوف بنجامين باتون، كان فكرته ان اللي هو البني ادم بيتولد كبير وبعد كده يقعد يصغر 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 في السن. فيلم غريب ومختلف تماما يعني، وكان فيلم رائع وبيتفرجوا عليه. اهو لوكا مودريتش كده، الراجل وصل لسن ال 38 و39 ولسه بينزل ينقذ نادي ريال مدريد، لسه بينزل، هو اللي بيعرف يعمل الفارق بالنسبه لنادي ريال مدريد. اعذروني في مدحي للوكا مودريتش لاني انا بحب اللعيبه الحريفه اللي عملت حاجه في كره القدم، وبحب الكره الحديثه بس اللعيب الحريف قوي بقى في الكره الحديثه ديت بيبقى ليه مكانه كبيره جدا عندي في قلبي. زي مين؟ زي سيرخيو راموس اللي وصل النهارده الى ملعب البرنابيو والجمهور كله احتفل بيه. وبقول لكم بكره في واحد من افضل الفيديوهات اللي عملتها في حياتي كلها، انا عامل فوق مثلا تقريبا ال 900 فيديو. بكره مراحل العظمه العشر احتفالا بعوده سيرخيو راموس الى ملعب السانتياغو برنابيو مع اشبيليه. الى فيديو مهم قوي هيكون الساعه 1 ان شاء الله على اليوتيوب وان شاء الله على الفيسبوك. فمتابعه وسبسكرايب دلوقتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس، ولازم ولابد كلكم دلوقتي تخشوا تعملوا متابعه للي بيشوفوني على الفيسبوك، عشان في ناس كتيره جدا بتبعت لي تقول لي الفيديوهات ما بتوصلش. طبعا ما بتوصلش بسبب الاحداث والريتش الواقع بسبب احداث 7 اكتوبر. فان شاء الله هيبقى فيديو مهم جدا عن سيرخيو راموس زي الفيديو اللي عجبكم عن اللي هو لوكا مودريتش وتوني كروس وكريستيانو رونالدو وحاجات تانية كتير. معطي اتكلمنا عن المباراه، اقول لكم ان المباراه دي كانت مفصليه بشكل كبير. ليه؟ لان نادي ريال مدريد بقى عباره عن كله اصابات. عندك حتى خوسن المهاجم اللي هو الدكه عشان يمشي لك الامور في مباراه نادي اشبيليه بيلعب ب5 مدافعين، هو كمان مش موجود. بيلينجهام مش موجود، مش عارف مين، ميليتاو مش موجود، كل اللعيب، كارفاخال مش موجود، كامافينجا مش موجود، كورتوا مش موجود، كل الفرقه تقريبا واللعيبه المؤثره او لعيبه كتيره جدا من اللعيبه المؤثرين كانوا مش موجودين. واشبيليه لعبها صح ولعبها كويس قوي. معطي كلمنا عن التحكيم، هقول لك قولا واحدا، الهدف اللي سجله نادي ريال مدريد مش هدف حسب اسلوب وقوانين الليجا مع الحكام. الكوره اللي هو سجلها نادي الميريا في نادي ريال مدريد والحكم لغى الهدف ده عشان الضربه بتاعت بلينجهام، هي بالظبط الفكره بتاعت ناتشو لما ضرب اللاعب بتاع نادي اشبيليه، وبعد كده فينيسيوس لعبها جميله جدا لوكاس فاسكيز وبعد كده حطها. فانت هتحسب دي هتحسب دي، هتلغي دي هتلغي دي. فبالقوانين الليجا واسلوبها الكوره طبعا هي فاول على نادي ريال مدريد. الفكره بقى وما فيها مش ده اللي انا عايز اتكلم
اتكلم فيه، انا عايز اتكلم في حاجه تانية مهمه جدا جدا جدا. الجيم اتلعب ازاي؟ نادي ريال مدريد واشبيليه لعبوا الجيم ازاي؟ نادي اشبيليه فكر في حاجه واحده بس، خلي ريال مدريد يتنرفز ويتنرفز بزياده قوي قوي، ويخلي فكره كلها مع الحكام. عشان كده نادي ريال مدريد قدم واحد من اسوأ اشواطه هذا الموسم. الشوط الاولاني عمل كام فاول؟ عمل 5 فاولات. ونادي اشبيليه عمل كام فاول؟ عمل 5 فاولات، 6 للنادي ريال مدريد و5 لنادي اشبيليه. وانا دلوقتي بتاكد من احد مواقع اللي هي بتاعه الاحصائيات. ده بالنسبه للشوط الاولاني. يعني المفروض بقى اشبيليه هو اللي بيضرب وبيتخانق وبيعمل وبيخلي وبيسوي، لقينا الريال هو اللي بيتخانق مع الحكم وبيعمل فاولات اكتر كمان. عشان كده ريال مدريد الشوط الاولاني ولا تسديده على المرمى ليها معنى، يعني بشكل ليها معنى كبير. ونادي اشبيليه ضيع كوره مهمه جدا 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 عن طريق النصيري في بدايه المباراه، لان دفاع نادي ريال مدريد كان مكشوف، وكان مكشوف بشكل كبير قوي كمان خلال الشوط الاولاني. الشوط الثاني ايه اللي حصل؟ الشوط الثاني نادي ريال مدريد نزل يلعب كوره، نزل يفكر في نفسه، فرودريجو ضيع وفينيسيوس ضيع وفالفيردي حط واحده في العارضه، وحاول بكل الاشكال نادي ريال مدريد يعمل اي حاجه عشان يسجل هدف. لكن الحكم هو اللي يتصاب، اللي هو بجمله كل الاصابات في نادي ريال مدريد. فالحكم يتصاب، فايه اللعيبه كلها تاخد بريك كده، فيهدوا اكتر، فالكره تهدى اكتر، فريال مدريد رتمه يهدى اكتر، فينزل مين؟ فينزل لوكا مودريتش، وبعد كده تجيله الكوره، وبعد كده يبعت واحده في البعيده ويحقق 3 نقاط مهمين جدا 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 لنادي ريال مدريد. الكابيتانو مودريتش حرفيا بيجيب لك الليجا على طبق من فضه. ليه؟ لان نادي ريال مدريد فقدانه للنقاط امام رايو فايكانو، وكان فقدانه النقاط امام نادي اشبيليه، كان هيدخل كده شويه شك في قلوب جماهيره واللعيبه كمان. لان ريال مدريد معروف اللي هو بتجيله فتره كده مع مطوشه ملهاش اي 30 لازمه، خساره في تعادل، خساره في تعادل، خساره في تعادل. على الرغم بقى وعلى العكس مثلا نادي برشلونه لما بيبقى راكب الدوري ما بيتجابش، اللي هو الفيلم ما بيقعش، بيفضل مكمل. عشان كده نادي برشلونه اخر 24 سنه واخد دوريات اكتر بكتير جدا من نادي ريال مدريد، على عكس ريال مدريد في بطولات الشامبيونز ليج. فعشان كده لوكا مودريتش حرفيا بالكوره بتاعته دي، بالهدف الجميل ده، هو انقذ موسم نادي ريال مدريد في الدوري. ليه؟ لان لو كان نزل ل6 نقاط ده اسوأ بكتير لو كان الفرق مثلا ريال مدريد متفوق نقطتين عن نادي برشلونه. يا معطي الافوره دي، هقول لك ليه. لان ريال مدريد كان فارق بنقاط كتيره جدا، فان انت تفقد نقطتين في نقطتين وبعد كده تروح تشامبيونز ليج وبعد كده ترجع ولاعيبه عندك مصابه وفينيسيوس في مرحله شك وخناقات مش عارف مع مين وامبابي جاي ولا مش جاي وكلام كده كتير بيحصل، فانت بالتالي انت حاسس ان انت في حاله هبوط. غير لو انت بتنافس مع الخصم وفارق نقطه ولا نقطتين وعمال تفوز ورا فوز ورا فوز ورا فوز، فانت حاسس ان انت باصص لقدام وبتصعد لقدام. مبروك لكل جماهير نادي ريال مدريد، وانا اسف وبعتذر تاني على امبارح اللي هو يوم السبت ان انا ما حللتش ولا مباراه برشلونه ولا مانشستر سيتي ولا نادي ارسنال مع نيوكاسل، لاني فعلا كنت وقتها تعبان وفي دور برد عنيف جدا ماشي في مصر كلها واصاب عيلتي كلها. والحمد لله يعني انا حاولت على قد ما اقدر امبارح ان انا اشتغل بس ما قدرتش، والنهارده كنت متوقع كمان ان انا ما اشتغلش، لكن ربنا قدرني وقدرت ان انا اطلع حل المباراه سواء ليفربول وارسنال او سواء مباراه نادي ريال مدريد مع اشبيليه. هستناكم بكره تشوفوا ان شاء الله الفيديو المنتظر مراحل العظمه ال10 بالنسبه لسيرخيو راموس. انا احمد معطي، اشوفكم على خير، سلام.